السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير وانتوا بتشوفوا الفيديو بتاع النهاردة. طبعا عملنا مع بعض قبل كده التورتة بكل التفاصيل بتاعتها بطريقة سهلة جدا بدقيق الاسبونج الجاهز. تعالوا نعمل مع بعض النهاردة زينة بسيطة جدا 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 لأي تورتة عايزة تعمليها لأي مناسبة بطريقة سهلة جدا. طبعا التورتة احنا بنعملها في يوم ونخليها تبات بره كده على الرخامة زي ما وريتكم قبل كده. لو عاوزين تعرفوا التفاصيل طبعا في الفيديو اللي قبل ده على طول هتلاقوني منزلاه عندي على القناة ازاي تعملي التورتة بكل سهولة في البيت. التورتة طبعا بتعمليها وبتخليها مثلا تبات ليلة عشان خاطر تبقى متجانسة معاكي كده ومتماسكة وما تفرولش معاكي وتعرفي تزينيها براحتك. انا طبعا جايبه دوت اسمه المنشار دوت بقطع بيه التورته عشان تبقى القطع متساويه. طبعا انتي لو هتستخدمي في البيت عادي استخدام البيت العادي، ممكن تجيبي اللي هي السكينه اللي هي المشرشره دي، ممكن تعملي بيها اللي هو التورته، بس تخلي ايدك في مستوى واحد عشان تطلع معاكي متساويه. لكن طبعا مش محتاجه ان انت تشتري منشار زي كده. ده انا جايباه عشان خاطر ربنا ييسر باذن الله، وناوي ان انا اعمله زي مشروع. ولو حابه تعملي المشروع دوت تعالي نبدا مع بعض كده ونشجع بعض ان شاء الله، وربنا ييسر ان شاء الله ويوفقنا باذن الله. اول حاجه طبعا انا قطعت التورته. بنشيل الوش بتاعها عشان الوش بتاعها ما بيبقى ناشف شويه وبيبقى فيه كل الزفاره بتاعه البيض، فاحنا بنشيل الوش بتاعها وبعد كده بنبدا نجهز الحشو بتاعها. طبعا انا حطيت هنا كوبايه من الكريم الشانتيه الخام. كريم الشانتيه الخام ده احنا بنعمله او كريم اللي هي بنجيبه خام عشان من غير سكر، عشان بيبقى احسن ومتماسك عن اللي فيه سكر. وبنحط عليه طبعا التحلية اللي انت عاوزاها، 3 معالق مثلا سكر كبار او معلقتين حسب ما انت عاوزة التحلية بتاعتها عاملة ازاي. بس انا بحب اخلي السكر بتاعها يكون قليل شوية عشان خاطر يعني ما تقفلش. يعني مثلا لو حبيتي تاكلي حتة تقدري تكمليها وما يعني ما يبقاش سكرها زيادة عن اللزوم. فحطيت كوباية من الكريم شانتيه اللي هو المعيار بتاعي اللي هو الكوباية أو مج عادي بتاع الشاي ده. المج ده أنا بحط عليه معلقتين أو 3 من الكريم باستري. الكريم باستري ده بيبقى حاجة كده شبه اللبن البودرة أو حاجة زي بالظبط كده زي الكريم شانتيه، بس بتدي تماسك وقوام حلو للكريمة. وبعد كده حطيت 3 معالق كبار من السكر البودرة وبحطهم معاه. طبعا الكمية بتاعت الكريم شانتيه بيبقى ضعفها مية. يعني مثلا حطيت مج من حسب طبعا تماسك الكريمة. لو الكريمة حلوة بتحطي مثلا كوباية الكريم شانتيه الخام، بتحطي قصاده كوبايتين من المية المتلجة، المية الساقعة جدا، ويكون يا ريت يكون كمان فيها قطع تلج صغيرة، وتكون المية متلجة او لبن متلج بيبقى ساقع جدا عشان خاطر تتماسك معاك الكريمة كويس. يبقى بنحط الكريم شانتيه ومعاها الكريم باستري وكمان معاها اللي هو السكر البودرة. بنحطهم في مضرب. طبعا مش هينفع ان انت تضربيهم الا بمضرب كهرباء او مضرب اللي هو بتاع العجان عشان خاطر يبقى على اعلى سرعة عشان تتماسك معاك ويبقى قوامها كويس وتعرفي تستخدميها في التزيين. طبعا زي ما انتوا شايفين انا بقطع التورته. انا عملتها على 3 اجزاء. لو عايزه تعمليها نصين بس ممكن تقسميها من النص وتخليها قطعتين بس. طبعا في اللي هو الازازه الحمراء اللي انتوا بتشوفوني برش بيها دي موجود فيها عسل خفيف زي اللي بنسقي بيه البسبوسه. يعني مثلا بنعمل كوبايه من السكر عليها كوبايتين من الميه وعليها عصره ليمونه، وبنحطهم على البوتاجاز يغلي مثلا غلوه كويسه كده. وبعد كده بنروح اما بيبرد خالص بنشيله في التلاجة عشان خاطر لما نعمل تورته بنسقي بيه. طبعا انا ممكن تحطي في نص التورته اي حشوه انت عاوزاها، بس انا بعمل باقل الامكانيات. وهدفي من الفيديو دوت ان احنا نعمل تورتايه باقل الامكانيات وباقل الحشوات عشان خاطر ما تبقاش مكلفه ليكي كست بيت لو حابه تعملي التورته في البيت.
لاي مناسبه تفرحي بيها اولادك، عشان خاطر طبعا الدنيا غاليه جدا. فممكن لو شريتي تورته زي كده من بره هتكلفك كتير جدا، وهيبقى سعرها غالي جدا. فانت ممكن تعمليها في البيت باقل الامكانيات، وكمان من غير حشوات وكده وتكلفي نفسك. لو عندك فاكهة وعايزة تحشي بيها التورتة ممكن تحشي بيها اي حشوة من الفاكهة. بس انا يعني ايه استخدمت حاجات بسيطة عشان خاطر اوريك ان بأقل الامكانيات ممكن نعمل تورتاية ونحشيها اللي هو كريم شانتيه، بس من غير ما نحط عليها اي حاجة مكلفة. طبعا بنسقي كل طبقة من الكيك بالعسل المخفف دوت، اللي هو اللي قلت لكم على المكونات بتاعته. كل كوباية من السكر عليها كوبايتين من المية وعليها عصرة ليمونة، وبعد كده بنسيبه لما يبرد ونسقي بيه الكيك عشان خاطر يبقى طري وطعمه حلو يعني. عشان كده انا مش بزود السكر في الكريم شانتيه عشان يبقى الطعم بتاعه مقبول يعني. طبعا بعد ما عملتها بحط الكريمة كده، ومن طبقة كويسة كده من الكريم شانتيه الأبيض اللي هو السادة من غير ما ألونه، ولونت جزئين تانيين. طبعا دي ألوان جل، ألوان طعام يعني، ألوان مسموحة يعني ألوان صحية مش مضرة ولا حاجة. بنشتريها برضو من عند اللي هو العطار، أو اللي هو بيبيع مستلزمات الحلواني. تقريبا الإزازة الصغيرة دي تقريبا عاملة لها 15 جنيه في الحدود دي يعني. الحاجات دي طبعا بتقعد ممكن معاكي سنة بحالها تستخدمي فيها عادي، لأن نقطتين أو 3 بس بيلونوا لك كمية حلوة يعني من الكريم شانتيه. طبعا الزينة زي ما انت حابة بأي طريقة، بقمع التزيين أو بالقمع بتاع البيتي فور، أو بكيس عادي من اللي هما بنستخدمه في حفظ الأكل ده، وتحطي فيه اللي هو القمع اي وردة او اي شكل انت حباه، وتعملي وردات كده باي شكل طبعا حباه واي لون. ممكن ما تلونيهاش خالص وتعملي اي اشكال عادية. ممكن طبعا تلوني الكريمة، وممكن تسيبيها زي ما هي كده. ممكن تجيبي قطع من الفاكهة وتزيني بيها، وممكن تجيبي اي حاجة يعني بسيطة كده. ممكن الفتافيت بتاعت اللي بتقع من الكيكة ممكن تفركيها كده وتعملي بيها. ممكن اللي هو الفرماسيل مثلا، ممكن قطع شوكولاتة، اي حاجة ممكن تزيني بيها التورتة وتعملي تورتاية جميلة بإمكانيات بسيطة جدا. كوباية من الكريم شانتيه مثلا وعليها كوبايتين مية وعليها معلقتين من الكريم باستري. ممكن ما تحطيش كريم باستري، ممكن تعملي اللي هما كوباية الكريم شانتيه بس ومعاها المية وخلاص على كده. اهم حاجة تكون المية متلجة، ويكون معاها معلقتين من السكر البودرة او 3 معالق سكر بودرة، وخلاص على كده. ومية. شوفوا يعني بأقل الامكانيات هنعمل تورتة مش هتكلفنا كتير. نص كيلو الدقيق الاسبونج دوت تقريبا ب25 جنيه دلوقتي، اللي هو اللي انا عاملاها بالفانيليا. وكريم شانتيه مثلا لو هتجيبي ربع كيلو ولا حاجة هيعمل لك التورتاية ان شاء الله، وهتزينيها بأقل الامكانيات. وتقريبا ممكن قولي لو ب20 جنيه يبقى دي 45 جنيه. 45 جنيه. وممكن نجيب شوية اي بونبوني كده او اي حلاوة صغيرة كده من الاولاد بياكلوها او بيحبوها، ونحطها على الوش كده بتدي شكل جميل. وطبعا هي دي التكلفة يعني، مش هتكلفيها زيادة عن كده يعني. التورتاية لو عملتها في البيت مش هتكلفك يمكن 60 جنيه ولا 70 جنيه. ده لو كلفتيها بقى وحشيتيها فاكهة والحاجات دي مش هتكلفك اكتر من كده. لكن لو جيتي شريتيها من بره هتلاقيها غالية جدا طبعا. زي ما انتوا شايفين انا عملتها بشكل كده عشوائي، زي ما انتوا شايفين حاجة بسيطة جدا 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 تفرح الاولاد. زي ما انتوا شايفين بنتي هي اللي واقفة بتلف التورتاية طبعا، مستنية ان انا اخلص عشان خاطر بقى ايه اللي بيحبوا طبعا الحاجات دي. فتجبري بخاطر اولادك وتفرحيهم بحاجة كده بسيطة من ايديكي كده في البيت. والحاجات دي والله بيبقى ليها فرحة احسن ما تجيبيها جاهزة، بيبقى فرحتها حلوة قوي والاولاد بيفرحوا بيها. ربنا كده يرزقكم ويخليكم كده لولادكم ويخلي اولادكم لكم يا رب، ويبارك لكم كده في اولادكم يا رب، اللهم امين. ما تنسوش قبل ما الفيديو يخلص لو مشتركتيش في القناة تشتركي فيها وتفعلي زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد انا بعمله.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.